اتلعبت على طول بسرعه. عبد الله جمعه يغير ملعب الناحيه الثانيه، دي الاسيست. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على الاسيست. اسيست اجمل من الهدف. لكن شكري يا سلام على شكري، ويا سلام على القدم اليسرى لاحمد شكري صاحب الثلاث اهداف، وده رابعهم اللي سجل في طنطا والداخليه والشرقيه. الهدف الرابع لشكري والاول للمصري. لكن شوف الاسيست مره ثانيه، شوف الاسيست وشوف القادمون من الخلف رحمه الله عليه. الثعلب حماده امام هو اول من اطلق لقب القادم، مصطلح القادمون من الخلف. شوف الاسيست من محمد الشامي. يا ولد يا ولد يا ولد على الاسيست، ويا ولد على وجه القدم الخارجي من احمد شكري. لمسه واحده الهدف الاول للنادي المصري في الدقيقه 10. ويبدو ان احنا هنبقى على موعد مع يعني مهرجان اهداف. ما يكون مدرك يمكن لحقيقه الامر ان طلع ان نادي النصر التعدين متاخر بهدف. ادي احمد جمعه جمعه قوي. جمعه رامبو المصري يعاقب طلعت عبد الوهاب على التاخر والتباطؤ. احمد جمعه خدها منين؟ قوي. احمد جمعه حط كل النصر للتعدين في ظهره، حط فريق كامل في ظهره، ودخل وداس وزاد وحط كره قويه زاحفه ارضيه تغالط طلعت عبد الوهاب. يعني الكره مصريه على موعد مع عمرو زكي جديد اسمه احمد جمعه. شوف احمد جمعه كسب ارضه وحط اسلام في ظهره، وعقبال ما نزل على الارض طلعت عبد الوهاب كانت الكره على طول في المرمى. هدف الثاني للمصري البورسعيدي في الدقيقه 52، والهدف الثامن لاحمد جمعه هذا الموسم. يا ولد يا احمد يا جمعه، مجهود جبار من احمد. تصويبه ما كانتش قويه، لكن لانه تعب فيها ربنا كافئه ويسجل الهدف الثاني مرمى امام هيثم مصطفى. والثاني مره بوسكا يمنع هيثم مصطفى من تسجيل هدف محقق في لقاء النهارده. شكري نزل هشام عبد الحميد وان انفراد، والثالث محمد الشامي يسجل اللقاء الثاني على التوالي. الصفقه الرابحه جدا للمصري البورسعيدي، والمصري ثاني مره الموسم ده يوصل بالثلاثه امام ايضا فريق ممثل الصعيد. 3-1 على اسوان، و3 على النصر التعدين. نصر التعدين ضيع فقبل على طول محمد الشامي في الدقيقة 59 سجل أحمد جمعة في الدقيقة 52. محمد الشامي اللي صنع هدف جميل لأحمد شكري في الدقيقة 9 يسجل بنفسه الهدف الثالث للنادي. مركز ال 18 8 نقاط، نصر التعدين 17 10 نقاط. شوف الانطلاقه من الشامي. يا ولد الشامي على المغمض، منتهى الاحساس بزميله احمد جمعه. يا ولد قلت لك ممكن تبقى هداف الدوري النهارده اذا ما اردت واذا ما ركزت. ولسه 4-0. هل نشوف اكبر نتيجه الموسم الحالي؟ احمد جمعه، ربنا يخلي جمعه للنادي المصري. الفضل لجمعه عبد الله، ثم عبد الله جمعه يمهد لاحمد جمعه ويسجل الهدف الرابع في الدقيقه 65. نفسي حسام حسن ما يقررش يريحه، اتمنى حسام حسن ما يقررش يريحه. ماشيه مع احمد جمعه في الدقيقه 64. شوف اتعملت ازاي. يا ولد يا عبد الله يا جمعه. الثنائي جمعه في ليله بورسعيديه خالصه يتقدموا للمصري البورسعيدي برباعيه نظيفه من عبد الله. الشامي لقى نفسه تسلل سابها. بطوله كاس مصر في جعبه النادي المصري 98. ادي حماده جلال، هدف حفظ ماء الوجه، وهو درس اللاعبي المصري في المشاركه الافريقيه. هدف بدون داعي، ممكن المصري مثلا يقبله من جوليبا والنتيجه 3-0 ولا حتى 4-0 يخلي الفريق المالي مطالب بتسجيل ثلاثيه مثلا. يعني الاثنين تعزموا على بعض والاثنين خبطوا الكره في بعض، وضغط حماده جلال وتوقع خطا اسامه العزب واحمد ايمن منصور وحطها حلوه. والله حماده جلال كنت بقول نازل عارف ان هي تاديه واجب والمهمه مستحيله، لكن على مستوى الشخصي ادى